بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم قائلها من اسمه، طبعا اسمه عمرو ابن عثمان ابن قنبر. قنبر اسم فارسي، ونحن لا ندري، لكن غالب الظن أنه سمي باعتباره اسما فارسيا، لا باعتبار أنه محاكاة لقنبر مولى علي. ومعلوم أن علي رضي الله تعالى عنه له غلام وخادم ومولى اسمه قنبر، كان حضيضا عند علي، ولذلك أي شخص في الغالب يحب عليا يحب من؟ يحب قنبر. وأنا ذلك أتكلم عن نفسي، والله إني أحب قنبر هذا حبا يعني حتى أن يدعو له بالصلاة لبره وقيامه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقنبر هذا كان يخدم عليا، فالاسم فارسي، لكن قلت لا أدري هل سمي الأجداد، لكن بعيد، لأن قنبر جد، وإذا قلنا إنه جد هذا يكون محاكي وقت، يعني قد يكون معاصر لقنبر الذي يعني في الزمن، لأن توفى متقدما 180 تقريبا هجري، يعني يبعد أن يكون هذه التسمية. من ما يروى في قنبر، أنا أعذرني في الاستطراد، قنبر مولى علي، يقولون إن تعرف ابن مسكويه المؤدب أدب أحد خلفاء بني العباس، أدب أبنائه، فكان هذا الخليفة العباسي من المتأخرين بعد المعتصم، بعد الدولة الأقوياء. هذا الخليفة كان شغوفا بولديه، وابن مسكويه يؤدبهما، وهو في قمة في الأدب والأخلاق، وله كتاب اسمه تهذيب الأخلاق ابن مسكويه. فمرة ما أدري ماذا أصاب هذا الخليفة، دخل عليه ولداه فكأنه أعجب بهما، فقال لابن مسكويه: يا ابن مسكويه، أيهما أفضل، ولداي أم الحسن والحسين؟ طبعا السؤال في قمة المغالطة. نعم. فهذا من لم يستطع أن يصبر، حكيم الآن، لكن الأقدار غالبة. قال: أيهما أفضل، ولداك أم الحسن والحسين؟ والله لقنبر مولى علي خير منك ومن ولديك. فهذا موضوع الشاهد في قنبر، قال: لقنبر مولى علي خير منك ومن ولديك. فأمر الخليفة أن يجتز لسانه من قفاه، اجتز لسانه من قفاه، يعني أخذ لسانه من هون ومات فيها، يعني مات بسببها ابن مسكوي رحمه الله. هذا استطراد.